السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. النهارده بقى تفريز الخضرة شهر رمضان المفترج. طبعا احنا بنبدأ كده واحدة واحدة في التفريزات. عملنا معاكم الطماطم وعملنا معاكم البرتقال، تمام. وهنعمل معاكم كمان الخضرة. انا جبت خضرة دول ب15 جنيه، تمام. جبت خضرة وغسلتها. انا بغسلها وهي سليمة كده، بغسلها بعد ما تقطع عشان بتضيع القيمة الغذائية بتاعتها. نبدأ بقى نقطعها. عشان تبقى كلها مستوى واحد اهي. نبدأ بقى نقطعها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا على حسب مقدرتك، عايزه تجيبي ب15 جنيه وتخزنيهم زي ما انا عملت اعملي. عايزه تجيبي مثلا ب10 جنيه، ب12 جنيه، ب3 ب4، على حسب اللي انت عايزاه، طبعا على قد ايدك، تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بنقطعه صغير اهو. انا بنقعها الاول في ميه وخل، تمام، او ميه بليمون، تمام كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. تمام. طبعا دي بتسهل عليكي كتير. يعني مثلا انت هتعملي مثلا النهارده محشي وما عنديش خضره، طبعا بتبقى الخضره بتاعت الصيف بتبقى قليله وبتبقى صفرا. بطلع كيس من التلاجة بحط باخده، تمام اهو. احطها كده في الطبق، تمام. اكمل الباقي. طبعا الخضره زي ما قلت لكم اللي هي بتبقى صفرا وبتبقى ايه، بتبقى قليله في الصيف عشان الشمس وكده، درجه الحراره بتبقى كتيره في الشتاء. طبعا مثلا لو لقيتيها مثلا الحزمه بجنيه اجيب مثلا ب15، على حسب. في ناس بتبيعها بجنيه ونص، في ناس بتبيعها ب2 جنيه، في ناس بتبيعها ب2.5، على حسب الاسعار وعلى حسب كل منطقه وعلى حسب كل واحد كل مقدرته. طبعا الدنيا غاليه وكده، بس احنا بنحاول ايه اللي احنا نوفر. دي بتوفر معاكي في المجهود لو انت شغاله. بجيب مثلا كميه بعملها كده بتوفر بقى معايا. اعملها على كيس، على كيسين، على حسب ما انا هعملها. مش عايزه تقطعيها زي ما انا قطعتها في كده في الاول اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اهو.
بس اهم حاجه ان انت تقطعيها صغير. بنستخدمها للسبانخ، بنحطها للسبانخ، بنستخدمها للمحشي، بس اكتر حاجه بنستخدمها فيها للمحشي، عشان السبانخ ببقى جايبه الخضره بتاعتها معاها، بعملها زي ما بخزن السبانخ بخزنها. تمام. تمام كده. طبعا الخضره بتبقى شبت وبقدونس وكزبره. في ناس ما بتخزنهاش، في ناس بتسيبها كده بتجيبها على قد الطلب، في ناس بتخزنها. انا لما بخزنها ما بطلعهاش غير اللي هي على المحشي على طول. يعني مثلا اكون مسبكه القوطه واطلع مثلا كيس الخضره بتاعي، احطه في التسبيكه على طول قبل ما احط الرز. ليه؟ عشان لو طلعتها بره التلاجة بتسود. تمام. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو. عفوا. تمام كده. اهي. ممكن مثلا هتعملي كفته برز ليكي انتي في البيت، هتعمليها انتي في البيت، ممكن تطلعي وتاخدي منها حته وتفرميها على طول، مش هتسودي معاكي. تمام. انا عملتها قبل كده وطلعتها، بس انا عملتها كفته الرز بالفراخ اللي انا عملتها معاكم على القناه، ان شاء الله هعملها معاكم تاني. طلعت كيس من التلاجة، خدت منه قطعه وحطيت الباقي في الفريزر تاني. تمام. اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس طبعا نخلي بالنا من ايدينا واحنا بنقطع بالسكينه. تمام كده. بس انا ما جربتهاش اللي هي اوديها للراجل وهي ايه مجمده، اللي احنا لما نعمل الكفته برز عند الجزار ما جربتهاش. بس انا جربت بتاعه البيت لقيتها حلوه جدا، نفعت معايا. ما كانش عندي خضره في الوقت ده وعملتها بيها، نفعت معايا جدا. هخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه وبعد كده ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا قطعتها، نبدا بقى نفرزها. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب الوجبه بتاعتكم بتبقى قد ايه، هي ممكن تطلع معايا 3 اكياس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو. يعني مثلا انت جبتي مثلا النهارده ب10 جنيه، استخدمتي اللي استخدمتيه، شيلي الباقي في الفريزر. تمام. قبل ما يخش عليكي شهر رمضان، طبعا بنطلع منه الهواء، قبل ما يخش عليكي شهر رمضان بيكون عندك الخضره بتاعتك في التلاجة.
او يخش عليك الصيف يكون بردك الخضره بتاعتك في التلاجة اهو. هخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه وبعد كده ارجع لكم تاني. وكده حبايبنا الشكل النهائي لتفريز الخضره بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا هم طلعوا 3 اكياس، في منهم كيس كبير و2 صغيرين على حسب الوجبه بتاعتي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد، وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.